لو الام اي سي كان بيخوفك، النهارده هنطبق على مزارع حقيقيه بسهوله. مش هشرح نظري النهارده، بس هنقرا مزارع حقيقيه مع بعض. طيب هنبتدي بقى ان احنا نطبق كل الكلام اللي احنا قلناه على كلتشر او مزارع من الواقع العملي. عندنا هنا كده مزرعه ستافيلوكوكوس اوريوس، واحنا خلاص اتعلمنا وخلاص حفظنا ان احنا الاستاف يبقى انا عيني على السيفوكسيتين تيست. طيب طلع هنا نيجاتيف، يبقى انا قدام ستاف مش مرسى. خلاص يبقى انا تشوف توجهي بقى بيبقى الايه حاجه تانية، انا كده قدام ستاف مش مرسى خالص. طيب في بعض التيست اللي ممكن ان انت تلاقيه في الكالتشر ريبورت، سواء كان طبعا صورة المزرعة ديت نفسها، حتى لو هو كان مطلع بيه السنسيتيفيتي اللي هو مثلا الام اي سي، او هو يعني او مش مطلع الام اي سي باختلاف صورة المزرعة، بس عشان الناس ايه ما تتلخبطش، ان هي بتكون خلاص هي شافت مزرعة بشكل معين، لو شافت مزرعة تانية بصورة تانية خلاص بتتلخبط. فاحنا بنقول البيزكس اللي انا بمشي عليها ايا كان الايه المزرعة. في تيست اسمه جنتاميسين هاي ليفل ساينرجي. خلاص فاكرين لما احنا كنا بنقول الانتيروكوكس فيكاليس اللي هو الدراج اوف تشويس ليها الامبيسيلين، ممكن استخدم كمان في حالات السيفير انفكشن ان انا بحط جنتاميسين كساينرجيست. طيب فاكرين لما احنا كنا قلنا برضو في الانفكتيف اندوكاردايتس الجنتاميسين لما بحطه مع الامبيسيلين انا ما بحطوش كهو جرام نيجاتيف، ولكن انا بحطه كساينرجيست ان هو بيزود الافكاسي بتاع البيتا لاكتام او الامبيسيلين تجاه الجرام جرام بوزيتيف. ففي تيست اسمه جنتاميسين هاي ليفل تيست. ده بيقول لك ان هو ان انت ممكن تستخدم، هل ينفع ان انت تستخدم الجنتاميسين كساينرجيزم مع المايكرو اورجانيزم ده ولا لا. طبعا هو التيست هنا هو مش عامله لان هو مش محتاج ان هو يعمله مع الاستاف، ولكن لو كانت مثلا في حاله لو انتيروكوكس تمام، فده هو بيعمله لان هو وارد، او في الجايد لاينز في الكلسي كمان جايد لاينز هي اللي كاتبه كده ان انا في حالات الانتيروكوكس في كلس انا ممكن استخدم الجنتاميسين كساينريزم، ولكن لما يكون طالع بوزيتيف في التيست ده اللي هو الجنتاميسين هاي ليفل. برضو لو هو مثلا بياخد خد في الريبورت او الريكوست بتاع المزرعه الفيزيشن كتب ان هو سيبتك شوك والسورس انفكتيف اندوكاردايتس. خلاص ففي الحاله اللي زي كده هيعمل التست ده. يبقى احنا كده شوف هو الانفكشوس ديزيز تخصص كبير جدا ومتشعب جدا، مشكلته ان انت بتاخد المعلومه من كذا مصدر مش من مصدر واحد. يبقى احنا عارفين ان بعض المايكرو اورجانيزم في بعض الحالات انا بستخدم الجنتاميسين تمام كساينرجيزم، انا ما بستخدموش ك انتي بيوتكس اللي هو الايه اجينست الجرام نيجاتيف. فخلي بالنا لو لقيت جنتاميسين هاي ليفل ساينرجيزم ده بيستخدم في بيعملوا فيه حالات معينه. طيب في تيست تاني اسمه inducible clindamycin resistance. ايه هو بقى التيست ده؟ ده بيبقى اختبار بيتعمل مع الاستاف، تمام، ستافيلوكوكس اوريوس، او مع بعض اللي هو الستريبتوكوكاي. طيب ليه؟ البكتيريا دي الاستاف والستريبتوكوكس دي ممكن بتدي ريزيستنس للإريثرومايسين، خلاص، وبتدي سنسيتيفيتي للكليندامايسين، ولكن السنسيتيفيتي هنا بتبقى ظاهرية بس بتكون موجودة في التقرير، ولكن لو استخدمت الكليندامايسين في الحالة اللي زي كده مش هيدي لك افكت خالص. طيب الكلام دوت على اساس ايه؟ البكتيريا دي ممكن ان انت لو اديت الكليندامايسين، يعني هو مثلا طلع للاريثرومايسين ريزيستنس وطلع سنسيتيف للكليندامايسين، فهتيجي تستخدم الكليندامايسين. لما البكتيريا تتعرض سواء كان الاستاف او الستريبتومايسين تتعرض للكليندامايسين ممكن تعمل في جين بيبقى حاجه اسمها انديوسبل جين، تمام، اسمه ارم جين او اي ار ام جين. خلاص ده بيبقى مقاوم للكليندامايسين فهيحصل تريتمنت فيلير. طيب الكلام دوت بقى احنا نعرفه ازاي؟ بيحصل دايما مع المعمل كده. خلاص المفروض ان هو اوتوماتيك عنده ستاف عنده ستريبت، خلاص لازم يعمل التيست ده اللي هو الانديوسبل كليندامايسين ريزيستنس تيست، علشان ما يطلعش مثلا الاريثرومايسين ريزيستنس ويجي يقول لك الكليندامايسين سنسيتيف. خلاص فانت تستخدم الكليندامايسين على الرغم ان هو طالع سنسيتيف في على الرغم ان هو طالع سنسيتيف في الكالتشر. فبيعمل التيست ده اسمه الانديوسبل كليندامايسين ريزيستنس، او يا اما الدي تيست. خلاص
هو بيعتمد ان هو بيعمل تيست كده في اجار، علشان بيبين له في حاجه اسمها دي ايه دي زون، علشان يتاكد ان فعلا الكليندامايسين ده هل هو سنسيتيف للمايكرو اورجانيزم ده، ومش هيحصل inducible resistance. تمام. فهيكتب لك sensitive. لكن لو هو بقى عمل التيست ده وطلع بوزيتيف للتيست، فانت نيفر ايفر ان انت تستخدم الايه الكليندامايسين. يبقى في الحاله اللي زي كده اللي هو الايه الانديوسبل كليندامايسين ريزيستنس، وهنعيدها ايه هنعيدها تاني. طيب مبدئيا كده دي كلتشر، ادي كده انا عندي اللي هي الاستاف خلاص، وانا اتاكدت ان هي الاستافيلوكوكس. هو احنا لما بنيجي نقول على الام اي سي، هل انا بقارن؟ انا قلت ان انا بقى ايه باخد الام اي سي اللي طالع لي في الكالتشر، والمفروض ان انا بقارن ما بينه وما بين الايه ما بين البريك بوينت اللي ستاندرد اللي موجود في الايه في الكيلز جايد لاينز. وبالمناسبه خلي بالكم ان الكيلز جايد لاينز بتتغير كل سنه. يعني انا ما ينفعش مثلا اخد مزرعه من سنتين واقارنها بارقام الام اي سي مثلا السنه دي. خلاص، يعني لو حد مثلا بيشرح محاضره او كده، ما ينفعش ان هو ياخد مزرعه قديمه ويروح جاي فاتح الكيلز جايد لاينز الايه الجديده. ما هو الام اي سي اتغير، لان ممكن يطلع انتي بيوتكس مثلا بام اي سي واحد. خلاص، فيقول لك سنسيتيف، تيجي تفتح الجايد لاينز بقى الجديده الابديت، فتيجي تقول هو عامل سنسيتيف ليه؟ ده الام اي سي مثلا عند واحد ده بيبقى ريزيستنس. لا، الام اي سي متفقين ان هو بيتغير ايه بيتغير كل سنه، فالمفروض ان احنا ايه كل سنه يكون عندنا. طيب هل انا بقى لما يجي الكالتشر بقى ان هي تطلع، والمفروض ان هو السنسيتيف والانترميديت والريزيستنس ده اللي بيعمله المعمل، خلاص بيقارن ما بين الارقام بتاعت الستاندرد بتاعت الام اي سي في الجايد لاينز. تمام. ويشوف الام اي سي اللي هو مطلعه بقى، سواء كان الجهاز او سواء كان ان هو ايه بيعمل اللي هو ايه اللي هو اللي هو الديسك ديفيوجن، او اللي هي الزون دايمتر. خلاص. طيب هو مطلع الام اي سي، فبيقارن بالستاندرد علشان خاطر يشوف الرقم ده هل هو سنسيتيف ولا انترميديت ولا ايه ولا ريزيستنت. طيب انا بقى شغلي انا ايه بقى؟ اولا احنا السيكونس بتاع المزرعه او السيكونس بتاع التريتمنت بتاعنا، البيشنت كلينيكالي انفكتد، وخلاص احنا عرفنا في المحاضره اللي قبل كده ان انا ازاي ان انا بقيم العيان. طيب انا سحبت المزرعه، بتاكد ان المزرعه ديت صح. لو هي طالعه من جهاز الفايتك ديت، يعني موسلي هو مش هيطلع لك بقى 2 سامبل ولا 1 سامبل، لا كده بيبقى فيه سكيم، علشان خاطر ان هو بيقدر ان هو الوان سامبل بس بلاد دي ما بيدخلهاش. خلاص، فهو على الاقل بيبقى فيه شروط كده علشان خاطر ان هو يبتدي التست. طيب يبقى انا بقى ايه في المزارع بقى اللي هي التانية، انا متاكده ان المزرعه دي طلعت ايه نتيجتها سليمه، ما بيكونش فيه probability ان هي بيحصل فيه contamination. طيب المرحله اللي بعد كده، انا عارفه المايكرو اورجانيزم بخصائص المايكرو اورجانيزم ده الريزيستنس بتاعه ايه، الانترنسك ريزيستنس بتاعته ايه. فاكرين زي لما قلنا مثلا في الاستينوتروفوموناس مالتيفيلي انترنسك ريزيستنس للكوليسترول، في مثلا التايجا سايكلين. خلاص، هو الريزيستنس للسودوموناس هو السنسيتيفيتي مع السودوموناس ان فيترو اونلي، ولكن نوت ان فيفو. فانا لازم ان انا ايه لازم ان انا اكون فاهمه. خلاص، فخصائص المايكرو اورجانيزم ده ادراجه في التشويس بتاعه ايه، الريزيستنس بتاعه ايه، حتى كمان لو طلع لي في المزرعه علشان خاطر احكم على الانتيبيوتكس اللي طالع ايه اللي طالع سنسيتيف. اللي بعد كده ان انا كمان بحط في اعتباري السايت اوف انفكشن ايه، علشان اشوف الكاينيتكس بتاعت الدواء، هل هو هيوصل للسايت اوف انفكشن، الكاينيتكس والداينامكس هيوصل للسايت اوف انفكشن ولا لا، الابزوربشن بتاعه عامل ايه، هستخدم الاورال ولا الاي في. تمام. هستخدمه بالدوز ايه. يبقى ده لازم ان هو يكون ايه افكتيف وريتش للسايت اوف انفكشن، وكمان ملوش يكون سيف، ما يكونش ليه سايد افكت او كونتراديكيتد في الحاله بتاعتي. خلاص، يبقى احنا كده زي ما احنا قلنا ومشينا بالسكيم اللي فاتت على حسب زي ما احنا قلنا في الفيديوهات الاجزاء اللي فاتت. خلاص انا كده ماشيه تمام. طيب انا بقى ايه بقى مهمه بقى الام اي سي؟ لو انت عملت الانتربريتيشن ده كله واخترت ما بين الكالتشر بقى طلعت لك في سنسيتيف لواحد اتنين تلاته اربعه، وانت لقيت اتنين، الاتنين دول ينفعوا. طيب انا بقى اقارن ما بينهم ازاي؟ استخدم بقى السبرو ولا ليفوفلوكساسين؟ تمام. انهي بقى الموست ابروبريت الموست افكتيف
على حسب بقى الام اي سي. يبقى لو انت محتار ما بين اتنين هيدوا لك نفس الايفكت وكل حاجه وهو بيكون سيف، يبقى انا في الحاله اللي زي كده ان انا بفتح الايه الكيلسي جايد لاينز وبقارن الام اي سي بتاع التو انتي بيوتكس ده بالستاندرد زي ما احنا قلنا ايه في المثال اللي فات. طيب انا هنا بقى كده عندي ايه، عندي الاستاف. طيب سنسيتيف للاوكسيسيلين طبعا. وخلي بالكم مكتوبه كده معلومه واضحه وصريحه في الكالسي جايد لاينز، بيقول لك ان الايه، ان الاوكسيسيلين والسيفوكسيتين دي بتبقى سيروجيت ماركر مع الاستاف. يعني ايه سيروجيت ماركر؟ يعني دايما مش هتلاقي السيفازولين متجرب مع الاستاف. لو ما لقيتوش متجرب ولقيت السيفوكسيتين متجرب والاوكساسيلين متجرب ان هو طالع سنسيتيف، اعرف ان هو سنسيتيف كمان للسيفازولين. خلاص، يبقى ده بيبقى سيروجيت، هو مش محتاج ان هو يجرب لك الحاجات التانية من البيتا لاكتام اللي هي الانتي ستاف. خلاص، وانس ان هو قال لك ان الاوكساسيلين سنسيتيف، اعرف ان هو كمان بيكون سنسيتيف للايه، للسيفازولين. طيب في الكالتشر اللي زي كده انا الاستاف خلاص انا متوجهه لحاجات الانتي ستاف وانا عارفه الانتي بيوتكس والسبيكترم بتاعه. الاوكساسيلين، عندي الاوكساسيلين والايه الكليندامايسين. نفرض مثلا ان انا محتاره ما بين الاثنين دول، طيب انا هقارن ما بينهم ازاي؟ او ان انا هعرف الموست افكتيف هو. تمام، بفتح بقى الايه، بفتح الكيلسي جايد لاينز. خلي بالكم برضو لما تيجي تفتح الكيلسي جايد لاينز، شوف انا بقول كل التريكات او كل النوتس اللي ممكن لما تيجي تفتح الجايد لاينز ما تلاقي، ما تستغربش حاجه مثلا تانية فتتلخبط. يعني مثلا زي ايه؟ هيدي لك مثلا الاوكساسيلين، هو بيقول لك مثلا هنا الاستاف ما عدا الاستافيلوكوكس سبيشيز، ما عدا مثلا الاستافيلوكوكس اوريوس والاستافيلوكوكس مثلا ايبيديرميدس. تمام، في بعض الانتيبيوتكس زي مثلا في مع مايكرو اورجانيزم تاني هتلاقيه يقول لك مثلا ايه، الاوكساسيلين مع الاستافيلوكوكس اوريوس الام اي سي كذا، والاوكساسيلين مع الاستافيلوكوكس ابيديرميدس تمام الام اي سي كذا. خلاص، فاحنا كده بنفتح بقى الكالسي جايد لاينز، الجدول بنشوف الانتيبيوتكس اهو، وبشوف الايه الانتيبيوتكس اهو مع المايكرو اورجانيزم. خلي بالكم مايكرو اورجانيزم مع انتيبيوتكس. خلاص، طيب ادي كده المايكرو اورجانيزم مع الانتيبيوتكس، بشوف الام اي سي بتاعه كام. وبشوف التاني كمان اللي انا محتاره كمان معاه زي مثلا الكليندامايسين مع الاستاف، بشوف الايه الام اي سي بتاعه كذا. خلاص، يبقى هنا نص. وده بالنسبه للكليندامايسين. وقارن بقى ما بينهم هما الاثنين ايه اكتر واحد الرقم بتاعه ابعد من اللي هو الستاندرد. يعني لو الستاندرد عندي مثلا 5، وفي واحد طالع لي ام اي سي 4، وفي واحد طالع لي ام اي سي 2، يبقى انا هاخد الام اي سي الاثنين. دي بالنسبه للايه، للكالتشرز ديت. وقلنا كل الايه ممكن التريكات او الحاجات الجديده اللي فيها. خلي بالكم من الجنتامايسين هاي ليفل ساينرجي، خلي بالكم من الانديوسبل كليندامايسين ريزيستنس، خلي بالك لو طلع لك الاوكساسيلين سيفوكسيتين اعرف ان هو سنسيتيف كمان للسيفازولين. طيب نشوف الاكزامبل اللي بعد كده، برضو ستافيلوكوكس ابيديرميدس. تمام، يبقى دي خلاص دي خلي بالكم ان هي الايه الكونز. تمام، انا اتاكدت ان البيشنت كلينيكالي انفكتد وفي ساين وسيمتومز للانفكشنز والمزرعه مصحوبه تمام والسامبل تمام. خلاص، طيب اجي ان انا ابتدي ان انا اعالج ستاف عيني على السيفوكسيتين. السيفوكسيتين بوزيتيف يبقى انت قدام ميرسي مش قدام ستاف، يبقى انا خلاص كده الانتي ستاف كده ايه على جنب. يبقى انا ايه، انا بتارجت الانتي ميرس. واحنا حافظين الانتي ميرس، انت عندك مثلا الانتي ميرس، عندك الفانكومايسين، عندك الدابتومايسين، عندك اللاينوزوليد، عندك التايجاسايكلين. ولكن هو نوت سترونج انتي ميرس على فكره. التايجاسايكلين انا بستخدمه في حاله لو انا مش عندي انتي ميرس تاني او في كونترا انديكيشن للحاجات التانيه. عندك برضو في المايلد والمودريت انتي ميرس عندك الكليندامايسين والسيتري. خلاص، الليفوفلوكساسين هتلاقيه انتي ميرسا ولكن ان فيترو اونلي، انا ما بستخدموش انتي ميرسا. تمام، ولكن هتلاقوه في المزارع بتاعه الميرسا بيدي لك ان هو بيكون ممكن يدي لك سنسيتيف ولكن دوت ان فيترو اونلي. طيب انا عندي دلوقتي كده انتي ميرسا، يبقى انا توجهي لايه، للانتي ميرسا. ادي عندك كده ايه شوف بقى الانديوسبل كليندامايسين ريزيستنس بوزيتيف. شفت احنا في المزرعه الثانيه كان طالع نيجاتيف، فانت عندك الكليندامايسين كان سنسيتيف عادي. طيب الانديوسبل بقى كليندامايسين ريزيستنس وانس ان انت بوزيتيف، نيفر ايفر ان انت تستخدم كليندامايسين. خلاص، يبقى انا في الحاله اللي زي كده ان انا ايه، مش هستخدم الايه، مش هستخدم كليندامايسين.
طيب آه آه ممكن ان انا قدامي دلوقتي الفانكومايسين وطالع هنا سنسيتيف. طبعا اللاينوزيليد انا هخليه كده في الريزيرف للفيرسا. والتيجاسايكلين برضو كان طالع ايه مثلا سنسيتيف. وعندك التراين سوبريم سالفا ميثوكسازول طالع ايه طالع سنسيتيف. طيب انا بقى لو انا مثلا هلجأ للجايد لاينز ان انا افتح بقى وان انا اقارن الام اي سي في حاله ايه؟ في حاله لو انا محتاره ما بين مثلا ان انا استخدم هنا الستريم هنا طالع انترميديت ريزيستنس. خلاص يبقى انا مش في الانترميديت، يبقى انا بقارن ما بين السنسيتيف مثلا الفانكومايسين مع حاجه تانية. خلاص الفانكومايسين مع التايجاسايكلين، يبقى انا استخدم ايه؟ استخدم انهي واحد؟ يبقى انا على طول بلجأ لايه؟ للكالسي جايد لاينز. طيب هنا شوف بقى أنا هنا برضو عامله دايره على الكليندامايسين اول ستاف. شوف احنا كنا التاني اللي هو الاوكساسيلين في الاكزامبل التاني قلنا الاوكساسيلين مثلا الاستافيلوكوكس اكسبت كذا. خلاص فخلي بالك ان هو الكليندامايسين او الانتيبيوتكس مع المايكرو اورجانيزم ايه. يبقى انا عيني على الانتيبيوتكس وانا بفتح الكالتي جايدلاينز، عيني على المايكرو اورجانيزم بالظبط اللي انا بدور عليه او اللي هو طالع لي في الكالتشرز. خلاص وعيني على الايه الام اي سي. طبعا هنا الام اي سي هنا بتاع الكليندامايسين مع الاستاف نصه هو اصلا طالع لي ايه؟ طالع لي ريزيستنت. طيب في الحاله بقى اللي زي كده ان انا مثلا سي مثلا ان لو الكليندامايسين هنا طالع سنسيتيف. خلاص لو هو طالع سنسيتيف يعني مثلا انديوس بالكليندامايسين ريزيست طلع نيجاتيف. فانا مثلا بقارن وعندي حاله، الحاله دي مرسى بس مايل تو مودريت. مايل تو مودريت انا مش محتاجه ان انا اعلي قوي ان انا مثلا استخدم فانكومايسين. وعندي الكليندامايسين سنسيتيف وعندي مثلا الستريم سنسيتيف. فانا بقارن ما بين الستريم وما بين الكليندامايسين. خلاص انا بقول فور اكزامبل يعني اكزامبل تاني. خلاص لو انا طالع هنا سنسيتيف وهنا سنسيتيف خلاص بتشوف بقى انا محتاره ما بين الاثنين. بتشوف بقى ارقام ده وارقام ده الام اي سي وبنقارنها بالجايد لاينز. ادي كده ايه؟ السلفا ميثوكسازول والكليندامايسين. شوف بقى لو هو طالع لك هنا اقل من نص، لو طلع لك 1/10 يبقى حلو هو كده بعيد. طيب الترايمي سوبريم سالفا ميس اوكسازول هتلاقي الام اي سي اقل من او يساوي 2/38. ودي هتلاقيها في الكومباينيشن. ما هو الاثنين ده الترايمي سوبريم وال 38 ده اللي هو الايه؟ السالفا ميس اوكسازول. طب تقارن بقى الرقم اللي طلع لك بالستاندرد ده وتشوف انهي واحد بعيد عن اللي هو الايه؟ البريك بوينت. مم. طيب وادي كده برضو الايه الفانكومايسين. شوف انا بقى بقارن اهو. ادي كده برضو فتحت الجايد لاينز الفانكومايسين الاستافيلوكوكس اريس انكلودنج المرسى. خلي بالك انكلودنج الايه؟ انكلودنج المرسى. وادي كده الايه البريك بوينت. برضو نفس النظام لما قلت لكم اللي هو الايه الاوكساسيلين في الاستافيلوكوكس ابيديرميدس الام اي سي كذا. والاستافيلوكوكس ما عدا اللي هي الستافيلوكوكس اوريوس او اللي هي ما عدا الاوريوس او بقيه الاستاف. خلاص يبقى الام اي سي ام اي سي كذا. بتختلف من انتيبيوتكس يعني ممكن انتيبيوتك يجي يقول لك لاول ستاف انكلودنج بقى الاوريوس انكلودنج الابيديرميتس اند سو اون. في انتيبيوتكس تاني يقول لك مثلا مع الابيديرميتس الام اي سي كذا، الاوريوس مع ام اي سي كذا. في بس بوينت تانية هنا كان في مقارنه ما بين دي الجايد لاينز الكيلسي جايد لاينز بتاعت 26 ودي الكيلسي جايد لاينز بتاعت تقريبا 23. تمام فدي الحديثه ودي الايه القديمه. انا بس حبيت ان انا اجيبها لكم علشان خاطر ان انا اعرفك ان ايه ان بيبقى فيه ان الارقام بتبقى ايه بتبقى مختلفه. الامر اللي بعد كده الانتيروكوكس. طيب الانتيروكوكس شوف بقى الانتيروكوكس الجنتامايسين هاي ليفل طلع ايه؟ طلع سنسيتيف. زي ما احنا كنا قلنا من شويه ان الجنتامايسين هاي ليفل هو مش هتجربه مع كل المايكرو اورجانيزم. بس وانس ان هو معاه مزرعه مثلا بلاد على انفكتيف اندوكاردايتس مع انتيروكوكس خلاص يبقى في بعض المايكرو اورجانيزم هو لازم ان هم يعملوا علشان خاطر ان هو مكتوبه تمام في ريفرنس او الكيلس جايدلاينز بيقول لك ان انت ممكن تستخدمه ايه ساينرجيست بس في حاله الجنتامايسين هاي ليفل. هنا مجربه طلع سنسيتيف يبقى انت على طول الانتيروكوكس ده هتستخدم الجنتاميسين كساينرجيزم.
طبعا طالع سنسيتيف مع الامبيسيلين، يبقى انا الانتربريتيشن للكالتشرز ديت على طول وانا مغمضه الامبيسيلين مع جنتامايسين بس في حاله السيفير انفكشن. يعني انت لو عندك انفكتيف اندوكاردايتس او العيان في حاله سيفير انفكشن في حالات السبتك شوك، خلاص حط الامبيسيلين مع الجنتامايسين. طب لو الحاله مش سيفير يعني مايلد مودريت، لا خلاص عادي انت ممكن تستخدم الامبيسيلين بس عادي. خلاص. طيب شوف بقى هنا، لو انا فتحت بقى الكيدز جايد لاينز، الامبيسيلين السنسيتيف اقل من او يساوي الايه، اقل من او يساوي 8. هنا الامبيسيلين طالع اقل من او يساوي الاثنين، لا ده هيبقى افكتيف جدا. انت عندك الستاندرد 8، لكن هنا اقل من او يساوي ايه، اقل من او يساوي الاثنين. في حاجة اللي هي اللي احنا كنا الكلام اللي احنا بنقوله علشان خاطر كده احنا كل كلمة بنقولها بيكون ليها ريفرنس. فالريفرنس ده هتلاقي ان مثلا معلومة هتلاقي احنا بناخدها من الكيلز جايد لاينز. والإدزا كمان لما تيجوا تقروا بقى في الإدزا اللي هو الكلام الكتير بقى في الجايد لاينز مثلا كده، هتلاقي في كلام موجود في النص كده الإدزا جايد لاينز بتستعين بيه الكيلز جايد لاينز. هنا الساينرجي between cell wall active agents زي الأمبيسيلين بنسلين فانكومايسين and الأمينوجلايكوسايد can be predicted for enterococci by using a high level aminoglycosides جنتاميسين أو الاستريبتومايسين. يبقى احنا كده في جنتاميسين هاي ليفل ساينرجي، او اللي هو الاستريبتومايسين هاي ليفل ايه ساينرجي. خلاص يبقى ده كده ايه ريفرس ان انا ممكن استخدم الجنتاميسين مع الامبيسيلين او الفانكومايسين بس في حاله لو طالع الجنتاميسين هاي ليفل بوزيتيف. طيب الاكزامبل اللي بعد كده بقى زي الايكولاي. الايكولاي الاشيريشيا كولاي او الايكولاي، هنا بقى شوف الاسبل تيست طلع بوزيتيف، يبقى انا كده قدام ايه، ايكولاي اسبل. خلاص. طيب ايكولاي اسبل لو انت في السيفير انفكشن انت ممكن تعالجها بالميرون. خلاص لو كان في حاله الانكمبليكيتد سيستايتس طبعا مثلا ممكن النيتروفيورانتوين مثلا سيترين، ممكن كمان اللي هي الايه الكينولونز. طب لو انت محتار بقى ما بين كذا حاجه، خلاص يعني لو انا في السيفير انفكشن خلاص ان احنا هنحط مثلا ميرلو. طيب لو انت بقى مثلا محتار ما بين حاجتين، خلاص يبقى انت بتبص على الام اي سي بتاعه. يعني انا مثلا لو هنا هستخدم مثلا محتاره ما بين السيبروفلوكساسين والليفوفلوكساسين، على طول ان انا هبص على الكيلز جايد لاينز وان انا اقارن الايه، اقارن الام اي سي. هنا طبعا طالع ترايميثوبريم سلفاميثوكسازول، هنا طالع ريزيستنس. خلاص والنيتروفيورانتوين ايه، طالع سنسيتيف. يبقى انا هنا في الكالتشرز دي هنا ايكولاي اسبل لو هي سيفير انفكشن ممكن انا هستخدم لها الايه، طبعا الفيرست لاين بيكون الايه، بيكون الميرور. طيب في حالات مثلا لو هي uncomplicated cystitis مثلا او في حالات complicated UTI ممكن انا استخدم اللي هو الايه التفانيك. طب محتار ما بين السبرو وما بين الليفوفلوكساسين، خلاص ان انا يبقى انا هقارن بقى الام اي سي بتاع ده او بتاع السبرو او بتاع اللي هو الليفوفلوكساسين مقارنه بالستاندرد. انا في حاجه هنا كنت لقيتها الليفوفلوكساسين طالع واحد، لما جينا بقى نبص على الليفوفلوكساسين تمام طلع ان السنسيتيف اقل من 1/10. خلاص واحد ده موجود في الانترميديت، معنى كده ان الكالتشر ديت ممكن ان انا اتواصل بالمعمل تاني واقول له انت مطلع لي الليفوفلوكساسين ان هو سنسيتيف تمام ولكن هو انترميديت. شوف الواحد موجود فين، موجود في الانترميديت. خلاص في الانترميديت معنى كده ان انا عندي الايه الليفوفلوكساسين intermediate resistance او intermediate sensitive not sensitive. خلاص فيبقى بقى لو انت فاهم وبتعمل انتربريتيشن كويس وبتحلل المزرعه كويس، لا عادي انت ممكن تتصل بالمعمل وتتكلم تتكلم معاه، ممكن يكون وارد ان هو كتبها غلط. طيب لو مثلا في حاله اللي هي الايكولاي لو هي مش اسبل مثلا، خلاص طبعا هي الاسبل ديت بتبقى ايه ريزيستنس للكيفالوسبورين ميلي ثيرد جنريشن كيفالوسبورين زي مثلا السيفوترايكزون، وادي كده الفورس كمان زي السيفوترايكزون سيفتازيديم، وادي الفورس جنريشن اللي هو الايه السي في بي. طيب لو هي مثلا مش اسبل وانت محتار بقى ان انت استخدم بقى معاها مثلا نيتروفيورانتوين ولا مثلا السيبروفلوكساسين، افتح الجايد لاينز وقارن ما بين مثلا النيتروفيورانتوين زي ما هو متوضح تحت كده ومع مثلا ايه، مع السبرو.
خلاص. وزي ما احنا قلنا كده ان الابعد الاكثر بعدا عن الستاندرد بتاع الام اي سي يبقى هو دوت الموست ابروبريت، ايه موست ابروبريت وان. خلي بالكم في برضو في الكيلز جايد لاينز هتلاقي ان الامبيسيلين سالباكتم ليه ام اي سي، والامبيسيلين بس ليه ام اي سي. خلي بالك، فلما تيجي تدور على الام اي سي بتاع الامبيسيلين غير لما بتدور على الام اي سي بتاع الامبيسيلين سالباكتم. في اخر اكزامبل معانا النهارده اللي هو الايرومينس هيدروفيليا دي جرام نيجاتيف. تمام، برضو نفس النظام، ادي كده طالع سنسيتيف للببراسيلين وللسيفازولين سيفوكسيتين سيفتازيتيم سيفيبيم، ليه طلع سنسيتيف ليه برضو للسبرو للليفوفلوكساسين. خلاص. انا في الحاله اللي زي كده ان انا برضو بفتح الايه الكيلس جايد لاينز، وان انا ايه ان انا بقارن. ممكن الايرومونس هيدروفيليا دي عادي ان هي ممكن تتعالج بالتافانيك. تمام، هي بتبقى بتعمل انترا، ممكن تكون من الميه الملوثه او كده، بتعمل انترا ابدومينال انفكشن، بتعمل سيفير دايريا. خلاص، بكتيريا مش قويه قوي، ولكن لما بيكون في ساين وسيمتومز بقى للانفكشن ان انا بعالج، فلو طالع لي هنا اكتر من انتيبيوتكس وهو ينفع تمام وطالع سنسيتيف في الكالتشر، ان انا بقارنها زي ما احنا عرفنا بالستاندرد. انا جبت الايرومينس هيدروفيليا هنا بس مخصوص علشان خاطر ان انا اقول لك انك ممكن تفتح الكيلسي جايد لاينز وما تلاقيهاش. خلي بالكوا دايما ان هتلاقي في الانتيرو بكتيريسي او الانتيرو باكتر، تمام، اللي هي الجرام نيجاتيف دي كلها بتتضمن بقى مثلا السيترو، ومثلا مثلا الكليبسيلا، تمام اند سو اون، وفي نون انتيروبكتيريسي. خلاص، فهتلاقي في الكيلسي جايد لاينز كده مش هتلاقي كل المايكرو اورجانيزم مثلا لوحده، لا هيجمع لك كده مع الانتيروبكتيريسي والنون انتيروبكتيريسي. فالايرومانس دي هتلاقيها في النون انتيروبكتيريسي او ممكن ما تلاقيهاش اصلا. وهتلاقي بقى مكتوب لك كده ان ممكن بعض اهي other non enterobacteriaceae مثلا زي السودوموناس، زي مثلا non فاسيتيديوس، او مثلا الستينوتروفوموناس، يقول لك مثلا بص لكذا، او دور عليها في الجدول في صفحه كذا. في بعض اللي هو مثلا زي الايروموناس، زي الاكزامبل اللي احنا شغالين عليه، سواء كان بقى الايروموناس مثلا كافيا او اللي هي الهيدروفيليا، بيقول لك ان هو ده بيكون موجود في كيلسي ام 45. تمام. الكيلسي جايد لاينز دي في الجايد لاينز اللي هي بتبقى كامله، وفي بيبقى اللي هي الكامله دي اللي انا جايبه منها دي اللي هي الكبيره، ولو حد ان هو عايزها يبعت لي وانا ابعتها له على طول. تمام، دي الجايد لاينز بتبقى الموست كومن مايكرو اورجانيزم. في بعض المايكرو اورجانيزم بيكون نوت كومن، او الرير مايكرو اورجانيزم اللي هو بيسبب انفكشوس ديزيز بيبقى في حاجه اسمها كيلسي دوكيومنت. خلاص، فبيبقى حاجه زي ملحق كده بالجايد لاينز ان انت ايه ان انت بتدور فيها. حبيت ان انا يا رب اكون قدرت ان انا اوضح احنا ازاي ان احنا بنعمل انتربريتيشن. خلي بالكم برضو بعيد تاني علشان الناس ما تتلخبطش، ان هي تفتكر ان انا بفتح الام اي سي ان انا بقارن جايد لاينز بكل الانتي بيوتكس اللي بيظهر، لا. انا لما بكون عملت الانتربريتيشن بتاعي عرفت المايكرو اورجانيزم اللي عندي ايه، الموست ابرو او ان هو الانترنسيك ريزيستنس الايه، الدراج اوف تشويس بتاعه اللي بيقدر يعالجه ايه، الامبسيلين مثلا، او حاجه تانية معايا مثلا كليندامايسين، او مثلا في اتنين دراج اوف تشويس مثلا اما سيفازولين كليندامايسين. طب انا استخدم انهي واحد؟ لو انت اخترت ما بين اتنين هما الاتنين بنفس الافكتي، هما الاتنين سيف بيوصلوا للريتش للسايت اوف انفكشن، خلاص ان انت في الحاله اللي زي كده ان انت بتقارن الام اي سي بتاعهم بالستاندرد.